بقالي 20 يوم صانع محتوى، وفي الفيديو ده هقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تحتاجها عشان تعمل المحتوى اللي انت نفسك فيه. اول حاجه، لو هتجيب مايك ما تجيبش مايك رخيص، ده احسن. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. أخيراً بعد سنه كامله من اللف والبحث اتعلمت ازاي اصنع محتوى، والنهارده هقول لك ايه كل المهارات اللي هتحتاجها وازاي تتقنها وايه الحاجات اللي ممكن تقع فيها. كل ده واكتر، فهات لي مشروبك المفضل ويلا بينا. If you want to talk on camera you have to learn voice and rhythm. If you want to talk on camera you have to learn voice and rhythm. طب وايه ده؟ ده هو طبقة صوتك وسرعة الكلمات اللي ممكن تتكلمها في الثانية. فدول حاجتين مهمين جدا، دول حاجتين لو احترفتهم بس هم كفاية، وممكن تقفل الفيديو على كده. ليه اصلا الفويس مهم والريتم الكلام مهم؟ لان اللي انا قلتها في النص دي هي ممكن لو انا كترتها شويه تفصلك، لكن لو انا دلوقتي مش لاقي كلام في دماغي انا ممكن اسكت. دي هتفرق جدا قوي، لان الفويس بتاع ده فويس رخم. فلما تتقن يعني ايه فويس، ولما تتقن يعني ايه امتى تتكلم بسرعه وامتى تتكلم ببطء، هتلاقي نفسك شفت الموضوع هيبقى رخم. لو انت مش عارف تظبط معدل سرعة كلامك، مش عارف تظبط امتى تعلي صوتك وامتى توطيه، امتى ده يكون مؤثر، امتى ده يكون مؤثر برضه، لان ده ليه اوقات وده ليه اوقات. جامد جامد. يلا نتنقل للنقطة التالتة. طب امتى الفويس بتبقى لازم نعليه وامتى الريتم لازم نسرعه عشان او نبطئه عشان يكون مؤثر؟ ده حتما ولابد لازم نتعلم شويه عن السيكولوجي، لازم نتعلم ازاي دماغ الانسان بيشتغل. الموضوع مش ان انت تتعلم حاجه منشقه زي ان انت ازاي تكون اتراكتيف اكتر في الكلام، لا انت لو اتعلمت العلم بيورلي هتلاقي نفسك مش محتاج تتعلم فروع. هقنعك. بص، انت دلوقتي لو انت بتعمل انت دلوقتي لو بتعمل محتوى عن الترفيه، فانت هتبقى بتحتاج تتكلم بفويس معين برتم كلام معين، لكن لو بدأت تتكلم في النص جد شوية هتلاقي نفسك مش عارف ازاي تشد الانتباه. وده هنا احنا ليه لازم نتعلم عن السيكولوجي ان جنرال احسن بكتير قوي من نتعلم ان احنا ازاي مجرد ان احنا نلفت الانتباه. لو اتعلمت ازاي بس تلفت الانتباه هتكون مقيد بشروط. انا لازم اتكلم برتم صوت كذا، او لازم دلوقتي اعمل كذا. الموضوع مش هيبقى نيتف بالنسبه لك، ومش هينفع نتكلم عن صناعه المحتوى من غير ما نتكلم عن الثقه بالنفس. وده لان انا لو ما عنديش ثقه بالنفس مش هعرف اتكلم قدام الكاميرا، ولو عرفت اتكلم قدام الكاميرا هيبقى عندي هسس دايما ان انا لازم الفت انتباه الجمهور، وده هيقيدني اكتر من كونه هيساعدني. فلفت الانتباه ساعات ممكن يكون مزعج لو انت زودت فيه زي دلوقتي انا عمال اتنقل. فموضوع الثقه بالنفس ده اساسي، يعني مش هتلاقي نفسك دايما عندك حس اللي هو لا لازم الفت انتباه الجمهور، طب انا لو قلت كذا ايه اللي هيحصل؟ لا، انت هيكون عندك قابليه ان انت توصل رسالتك، ودي الاهم بالنسبه لك، فهتعرف تتكلم بسهوله. يعني عشان ما اطولش عليك اديك نبذه. انت دلوقتي المشاهد اللي اتضايق منك بعد كده حبك هيبقى احسن بكتير قوي من اللي حبك على طول. فالغلط هو اللي بيوطد العلاقه. انا دلوقتي، وده كلام ابحاث مش كلامي، انا دلوقتي لو رحت المحل وواجهت مشكله في الخدمه اللي هو اداهولي او البرودكت اللي هو اداهالي او السيرفيس ايا يكن، واشتكيت لهم لقيتهم بيصلحوا لي المشكله، انا هماركت لهم اكتر. وده كان بحث اتعمل. فما اطولش عليك، ويلا النقطه اللي بعديها الجدير بالذكر. لو اتكلمنا عن الثقه بالنفس فلازم هنا هنتكلم عن انعدام التنمر. لو ما شفتوش هحط لك لينك الفيديو تحت او في اي حته، انا مش عارف فين، وعشان اوفر لك وقتك اكتر. بكل اختصار، انت دلوقتي لو شفت حد بيعمل حاجه غريبه واتريقت عليه فانت هتخاف برضه تعمل حاجه غريبه. اي حاجه غريبه بالنسبه لك مش هتعرف تجربها. فانت لو ما اتريقتش على الشخص او اي شخص بيعمل حاجه غريبه هتلاقي نفسك لو انت بتعمل حاجه غريبه هيبقى عندك ثقه اكتر. وهنا انا بتكلم عن الثقه بالنفس الحقيقيه، مش الثقه بالنفس التمثيليه، ان احنا نمثل ان احنا واثقين بنفسنا. لا، انا هنا بكلمك ان انت تبقى واثق بنفسك فعلا. ولو اتكلمنا عن الثقه بالنفس
فاحنا هنحتاج برضو نتكلم عن البادي لانجوج. البادي لانجوج وبكل اختصار من الاخر اتعلمها لوحدك، دي حاجه. تاني حاجه انا هقول لك ازاي تبراكتس اكتر عليها. انت دلوقتي عشان تعمل محتوى لازما تكون متخيل شكلك هيكون ازاي. لازما انا دلوقتي لو انا عامل كده انا متخيل ان انا شكلي دلوقتي مش كويس، انا لازم ابص للكاميرا فبعمل كده. لازما ابقى متخيل ايه اللي بيحصل دلوقتي وايه اللي بيتصور دلوقتي وشكلي عامل ازاي. الموضوع مش لغي، الموضوع مش هيتقالك على اليوتيوب، حاجات بسيطة. أنا دلوقتي أنا لو عامل كده تمام من غير قصد تمام وبكلمك أنا بشكل لا إرادي دلوقتي عشان اتدربت على الموضوع كويس هبقى فاهم اللي هو إيه ده. لا أنا شايف منظر إيدي دلوقتي من خلال الكاميرا تخيليا، فبروح فاكك إيدي تاني. أنا بتوتر مش ما بتوترش، بس شايف إيه اللي بيحصل بالتدريب. انا دلوقتي متخيل نفسي لو انا شايف نفسي من هنا انا منظري هيبقى عامل ازاي، فبعرف ازاي العب بالكاميرا وايه الزاوية اللي هتبقى لو انا اتكلمت المشاهد هيقتنع بيها اكتر. احنا هنا عايزين نقنع اللي قدامنا بينا مش ان احنا نتكلم وخلاص. ولحد هنا طارق كان لسه ما بدأش اول فيديو ليه بالرغم من ان هو عرف كل المعلومات دي. يلا نتكلم عن النقطة الجاية وهي البلاغة. البلاغة هي بكل اختصار أكبر عدد من الأفكار في أصغر عدد جمل. إن أنت تعرف توصل أكبر قيمة بأقل عدد جمل، وده مش معناه إن أنت تخلي كلامك قليل، بس في نفس الوقت تخلي كلامك ليه قيمة أكبر ما تكون من الإمكان، وفي نفس الوقت إن أنت يبقى كلامك أقل. يعني أنا دلوقتي مش محترف في الموضوع ده من اكتر نقط الضعف فيا، وطبعا كل الكلام ده مش هيبقى ليه لازمه الا لو ركزنا عليه شويه وان احنا نتدرب عليه اكتر. تمام. طب هنتدرب عليه ازاي لو احنا مش عايزين نعمل فيديوهات دلوقتي، عايزين نتطور شويه بعد كده نعمل فيديوهات؟ في حاجه قيمه جدا هي ان انت تتعامل مع البشر اللي حواليك بشكل مكثف اكتر، وتحاول هنا تحط الحاجات اللي انت اتدربت عليها كل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في معاملتك مع الناس. ده هيساعدك جدا ان انت تبراكتس اكتر. طب انت هنا لو غلطت ايه اللي هيحصل؟ مش مشكلة لو غلطت، دي حاجة تانية. طب انت هتعرف منين اصلا؟ طب لو غلطت ده هياخدنا لنقطة تانية غير ان انت بس تتقبل الخطأ بتاعك، هياخدنا لفكرة تحليل الخطأ. انت لو مش بتستمع كويس للي قدامك بكل حاسة من حواسك ان هو لا هو راح عمل كده، لا انت عايز تستمع برضه بعينك. لو هو برضه راح قال لك كلمه انت عايز تستمع بودانك. كل ده ليه؟ لان انت تحلل غلطاتك اللي انت عملتها، عشان انت الكلام قدام الكاميرا هو الكلام قدام البني ادمين، بس اللي هيختلف عندك في البدايه هتبدا تتعود عليه ان انت تتكلم قدام الكاميرا مش قدام بني ادمين. دي هتبقى بوينت بسيطه، بس انت لو بتتدرب غلط ايه لازمتها؟ فلازما تعرف الرياكشن ده ايه عشان لما تيجي تصور انت الكاميرا مش هتعمل رياكشن. فاهمني؟ اسمح لي اخدك لحته انا ليه ابتديت اصلا احاول اعمل محتوى. بص انا ليا صحاب، انا كان ممكن ابطل الانجليزي ان انا اتعلمه اوقف في النص برمجه، لكن انا كان ليا صحاب فعلا تقدر تقول عليهم هم اكبر سبب بعد ربنا ان انا ابقى هنا دلوقتي. هتقول لي طب انت دلوقتي مش قدام انا الشاذلي، هقول لك مش موضوعنا، هقول لك انا دلوقتي شخص انا ارضى عنه، لكن مش كل الناس عندهم نفس السبورت اللي عندي. دي نعمه ربنا اداها لي، فانا رحت قررت ان انا اعمل محتوى لان انا اكون لك سبورت زي ما هما كانوا ليا سبورت. احاول اقول لك ادلك على كذا لحظه، انت لو مشيت في الطريق ده براحتك، هو هيبقى فيه كذا وكذا وكذا، هتقدر تمام يلا كمل. فانا هنا في قناتي هحاول اقدم لك كل اللي انا اقدر عليه من البوينتس دي. هحاول مش اعلمك، انا مش مدرس وفي نفس الوقت انا مش طالب، انا هحاول انقل لك تجربتي عشان ما تقعش في اللي انا وقعت فيه. هي خبره سلبيه. لايك وفولو سبسكرايب، اي تظبيط من عندك. لو انا نفعتك بمعلومه انت نفعني، وشكرا جدا على استثمار وقتك معايا.